أنا إذا سمحتوا غادي نتكلم لكم على التنظيم الجديد ديال الجامعة المغربية اللي في الحقيقة، وهذا الشيء بيان سور حنا كنعرفوا بأن كاين إخفاقات وكاين مزايا، كل واحد دوز حقه في الوزراء السابقين، وكاين اللي نجح في واحد العدد المسائل وكاين اللي ما توفقش، لأن هاد لي سيكتور هادو راهما صعاب ما ساهلينش. وكونوا مرتاحين اخوان ديال الحركه، كتعرفوا بان الوزير السابق صديقي، زعما ما غاديش ولكن خصني نقول الصراحه كيفاش حنا كنشوفوها. فلهذا انا غادي نبني للقدام باش نحاول عبركم توجه للمغاربه، توجه للطلبه اللي يتخرجوا هذه السنوات المقبله وهذه السنه هذه اش كيتسناهم في المستقبل ان شاء الله. اولا هذه 20 عام في هذاك النظام ديال التعليمي ما تبدلش، دي 20 عام. اليوم كاين حكومه جابت واحد النظام سميتو LMD، اجازه والماستر والدكتوراه. اتفقوا اجازه 3 سنين وفيها تقريبا نفس البروغرام اللي كاين في ديال 4 سنين اللي كان في الباشلر. دونك اجازه 3 سنين، الماستر عامين زايده هي 5 سنين، والدكتوراه 8 سنين هي 3 السوايع. دونك 3 5 8. والكيرسيس هو كمل. الطالب يمكن يختار المرحله الاولى ولا المرحله الثانيه ولا المرحله الثالثه، يمشي حتى لاخر المطاف. هذه القضيه ديال في الاجازه كتعرفوا بانه كاين الهدر الجامعي. قلنا قبيله 49% من الطلبه كيخرجوا. يمكن كاين بعض المشاكل ديال افيكتيفمون ديال السكنه وديال هذا غادي نطرق لهم من بعد، ولكن بالخصوص ما كيكملوش لان كاين اشكاليه ديال الدراسه. واحد السيد كيدخل كليه الحقوق لانه يعني في الاطار ديال الاستقطاب المفتوح ما عندوش الظهر انه اولا النقاط ديالو ما ممكنوش ليه باش يدخل في الاستقطاب اللي هو محدود. مشى للمفتوح، دار الدواء، قرا العام الاول ما جاب شيء الله، عاود العام الثاني يمكن جاب، مشى للدوزيام اني نجح، داز الدوزيام اني، في الدوزيام اني وقف. هذا السيد هذا من بعد ما قدرش يكمل لان ما عجبوش هذوك يعني الدروس اللي كياخذ ديال الدواء، وما عجبتوش هذيك الشعبه وبغى يدوز لبلاصه اخرى. ما يمكن ليش، مشى للحيط. وهذا البرنامج الان اللي جابت به الحكومه هو هذاك الحيط بغينا نرجعوه باب، بانه بلي يوصل السنه الثانيه انه يمكن يدخل مع هذاك الباب ويمشي يقلب على واحد يعني تكوين اخر، يمكن الاقتصاد، يمكن حاجه اخرى، وكيمشي باللي كريدي اللي عنده اللي خداهم لي كول اللي نجح بهم. لانه اليوم ما غاديش تسنى سنه باش تنجح دوز واحد الامتحان على فان لاني في الاخير السنه وتقول انا نجحت. كاين دي كريدي وكل 4 شهور فيها لي كريدي ديالها. كاين العام فيه 6 ديال لي سيسيون، كل سيسيون فيها 4 شهور. الله يهنيك لاله. ما جاوبه وحتى انتم كتسولوا خصكم تسمعوا الجواب. إلا سمحتوا، دونك هذا السيكل فيه 6 ديال الدورات، 6 ديال لي سيسيون، كل دوره فيها 4 شهور. بلي غادي يدير 6 ديال الدورات ديال 4 شهور غادي يكمل لا ليسونس ديالو. عاطينو بغينا الطالب المغربي يتمكن من عده مهارات. اليوم خصو يكون عنده دي سكيلز اللي كنشوفوها اساسيه في لا فورماسيون ديالو، اللي هي المهاره الاولى هي اللغات. على الاقل كل طالب
خصو يتقن 2 لغات. المهارة الثانية بغينا الطالب يتمكن من الديجيتال، الذكاء الاصطناعي أو. المهارة الثالثة هي المهارة المعرفية الامباورمنت، من خلال التمكن من الموروث الثقافي التاريخي والفني ديال بلادنا. دونك اي طالب غادي يدخل يقرا الضروه ولا غادي يقرا الحقوق ولا يقرا الاقتصاد ولا يقرا شي شعبه، خاصو هاد الدروس يتلقنهم، وهادو كيمشيو معاه بلي كيربحهم، يعني كياخذهم معاه باش يمشي لي سيكل الاخرين اللي غادي سميتو ما كيضيعش فيهم. دوك الباب ما كيتسدش عليه. كذلك انه في هاد الدورات السته اللي غادي يديروا وتبقى على خاطر نقول لها مرحبا بها. اسمح لي انا قلت لك مرحبا بك. مرحبا بك. إذن عاد بانت لكم المرأة. تفضل السيد الرئيس. إذن إلا سمحتوا نعاونك. تفضل. لا تفضل. لا تفضل. سي ابراهيم تفضل. هذيك اللي جبدات السطع هذيك. اخوان الله يخليكم. الله يخليكم. لا هضرنا على الحلاقي ديال 10 سنين ما كنتش كنحلق، انا كنت كنخدم. اذن تفضل سيد الرئيس. المهارات الاولى هي تكلمنا على اللغات الديجيتال، التمكن من الموروث الثقافي الفني لبلادنا. غادي يمكن للطالب بانه غادي يمشي في واحد الطريق، واذا ما عجباتوش يمكن يدخل من واحد الباب ويدوز ثاني لواحد سميتو، وكيمشيو مع لي كريدي ديالو باش يحاول يربح ما يمكن من الوقت باش يكمل الدراسه ديالو. دونك هذا غادي يتم احداث جسور، يعني دي باساريل، وغادي نحاربوا به لي ديكروشاج ديال لونيفرسيتي والهدر الجامعي. الإصلاح الجامعي بغينا فيه تعزيز الاستقطاب المحدود وخلق فرص جديدة في الاستقطاب المفتوح. كاين 1,250,000 طالب، فيهم تقريبا واحد 200,000 اللي كيمسيو الاستقطاب المحدود. هذوك هما اللي عندهم 8% ديال الشوماج وعندهم لا غيسيت ويمكن لهم ينجحوا ويلقاو واحد لا عمل. الشيء الاخر اللي عنده الاستقطاب المفتوح، يعني لانه ما نجحش واحد العدد ديال لي كوكو في واحد المدارس اللي هي كبرى، كيمشي للكليات وكيمشي كيفاش غنعالجوا هذه القضيه للمستقبل؟ الى نقدروا نقولوا حنا يمكن اليوم عندنا 15% اللي كيمشيو للمحدود، نديروا مجهود كبير نوصلوها ل 20 ولا 25%، وما نهتموش بهذاك اللي هو مفتوح. ولكن السياسه اللي جينا بها ان خصنا نهتموا بهم جوج. اولا التعزيز ديال ذاك المفتوح باش يدوز ان شاء الله ل 15% ل 20% ولا 25%، وكذلك خصنا نهتموا بهذاك اللي هو مفتوح. هذاك اللي مفتوح بغيناه فلوس منه يكونوا عندنا دي ليسونس ديكسيلونس، انه غادي يدخل لواحد الجامعه فيها كليات ولا يمكن يدرس فيها، وفي داخل الجامعه مطلوب السيد الوزير كيطلب من الجامعات باش على الاقل كل جامعه توجد ليه 2 زيكول لداخل، 2
ديال المدارس اللي هي كبرى باش يقدر يدوز من الشعبه ديالو ديال الضوء او ديال الحقوق ولا هذا، يقدر من بعد عامين ديال الدراسه مثلا انه يدخل لهذيك يعني المدرسه المتخصصه. على سبيل المثال جامعه ديال اكدال بالرباط غادي يخلقوا السي الوزير قال لي غادي يخلقوا هذه السنه بيزنس سكول ديال اكدال. الا مشيتي للجامعه الكليه ديال السويسي غادي يديروا الكوميرس انترناسيونال والاستثمار. يعني وزيد يعني في كل منطقه في كل جهه غادي يكون امكانيات انه نخلقوا باش عاوتاني كنديروا دي باسخيل. ها انت دخلتي ولكن الامل ما وقفش، لان المردوديه اللي كانت عندك في البكالوريا يمكن من بعد عامين تولي احسن، ومنها يمكن دير واحد الفيراج باش تعاود تدخل لشي حاجه اللي هي بغيتي. دونك هذا التواصل وهذا يعني لي باسخيل، يعني هذا الجسور اللي غادي نعملوا غادي تخلي بان هذاك الاستقطاب المفتوح يقدر يولي محدود شي وقت ما، يعني بالنسبه للطالب، وهذا بالنسبه لنا جد مهم. على مستوى ديال سميتو من بعد سيبوزون واحد عنده القضيه ديال الماستر، واحد قرا عامين قراها في الاستقطاب المفتوح، مشى ليكونومي ولا هذا، قرا عامين جاب نقاط مزيانه، قال غادي اليوم بغيت ندوز لو ان سي جي، بغيت نعاود نطلب حظي. بلي تكون الامكانيات موجوده، لان كل عام غادي نطلعوا العدد ديال الاقسام، يمكن يدوز الامتحان ديال لو ان سي جي، يمكن يلتحق، وهذوك السنوات ديال هذوك يعني الدروس اللي نجح فيها غادي تمشي معاه ويتحسب ليه داك الشيء اللي يقرا في لو ان سي جي كليسونس ولا كماستر، غتمشي معاه حتى للماستر، يعني انه يقدر يزيد 3 سنين وتولي عنده لا ماستر، باش نبقاو في البرانسيب يعني في المبدا ديال 2+3. دونك كل شيء هذا الشيء بغينا التعليم يكون يعني، لان التعليم ماشي شي حاجه دخلتي ليها النهار الاول واحد العدد ديال الطلبه كيدخلوا للتعليم لواحد العدد ديال سميتو ما كيلقاوش فيهم خطاهم، يعني كيخصهم يبدلوا وخصو يلقى كيفاش يبدل في الطريق ديالو. نجيو للدكاتره. الدكاتره خصني نشوف الوقت. الدكاتره بغيناهم كذلك يتمكنوا من العديد المهارات. لي دكتور خصهم حتى هما يديروا لي سكيلز ديال هادشي، خصهم اللغات، خاصهم في الاخر يدوزوا امتحانات ديال الانجليزيه اللي هما باش يقدروا يديروا يعني يقراوا الكتب الكبرى وداك الشيء هذا كلهم. وخصهم يكونوا عندهم مهارات في البحث العلمي، وهذاك البحث العلمي خاص يكون مطابق الاولويات ديال البلاد في الاستراتيجيات ديالها. اليوم مثلا كيكون عندنا 4000 دكتور اللي كيقراو، بغينا على الاقل 1000 منهم يعني يكونوا كيشتغلوا كاساتذه باحثين. غادي يحاولوا يقريوا واحد 5 ديال السوايع في الاسبوع في الجامعات، والدوله غادي تعطيهم واحد الامكانيات باش يقدروا يشتغلوا في هذيك 5 ديال السوايع اللي غادي. دونك بغينا استاذ يعني باحث كيقرا او ميم طون كيقري وكيعطي من الوقت ديالو 5 ديال السوايع، ولكن ماشي صالير، كيكون عنده هذا ولو مونطون يعني الا ما كانش هذا 7000 درهم تقريبا الاستاذ. وكذلك هذه الفئه عندها الحق تمشي تخدم مع المقاوله ودير ابحاث مع المقاوله، دير لا ريشيرش مع المقاوله في المسائل اللي هي البلاد في حاجه، وهنا كنوجدوها باش تأهل مع المقاوله. غادي يبقى لها هذاك لو سالير ديالها، المقاوله يمكن لها تزيدها وتمشي ودير البحث ديالها، وبلي غادي يكمل ديك 3 سنين ديالو اللي جات من بعد 5 سنين هي 8 سنين غادي يولي دكتور، ويمكن راه في يعني ابودي فيه في الراس ديال الخط ديالو غادي يلقى الشغل مع المقاوله، والمقاوله حتى هي غادي تستافد. معلوم انه غادي نطلبوا من الاساتذه هاد الباحثين ولي دكتور بانه في الكيرسيس ديالهم ولا بد ما يديروا شويه. كانوا واحد الوقت
لي دكتور ديالنا كلهم كيمشيو للخارج باش يديروا يعني دي زيشونج، باش يديروا تبادل. هادشي غادي نرجعوا ليه ان شاء الله في المستقبل، وخصها تكون في الكيوسيوس اون اوبليغاسيون. كاين النقطه الاخرى المهمه اللي بغيت نتكلم عليها، هي التعاقد بين الدوله والجامعات. غنمشيو في لابوش ديال لا كونتراكتواليزاسيون، يعني التعاقد بين الدوله وبين الجامعات. اش نتعاقدوا معهم؟ كنقولوا كنجيبوا عقود وفيها اهداف واضحه ومرقمه مع الجامعات. مضاعفه عدد خريجي كليه الطب 3 المرات مثلا، اللي كنقولوا هذاك الشيء اللي وقعوه الساده الوزراء بالحضور ديالي، انه بغينا نزيدوا العدد ديال الاطباء، وقلنا غادي نزيدوا 3 ديال الجامعات فين غادي يقراو هاد الاطباء، وغادي نزيدوا العدد وبغينا نضاعفوه في 3، وغادي ندخلوا العدد ديال هاد السنه والسنه، وكيفاش غادي نديروا واحد البرنامج. هذا تعاقد فيه دي مويان، وكتعطيهم الدوله هاد الامكانيات باش يمكن نتمشاو معاهم. بلي كنقولوا بغينا 20,000 طالب جديد بسلك الاجازه في التربيه. نهار اللي قلنا بانه بغينا الاستاذ تكون مهنه، يكون اختيار، خصو يدوز في واحد الكليه ديال مختصه ديال التعليم. احنا كان ديال التعليم وديال التربيه احنا فيه. اليوم كاين تعاقد بين وزاره التربيه وبين وزاره التعليم العالي، وقعوه كيقول لهم غنعطيوكم هاد لي مويان، غنعطيو ها البروغرام اللي غادي كيفاش غادي يعني غادي تنشطوا، كيفاش غادي تقريو الناس في السنوات المقبله. ها 1000 درهم، لانك خصك تخرج في الشهر على الاقل خطره بعض الشهور، خصك تمشي تقري في المدرسه باش دير الستاج ديالك، باش تشوف شنو هما التلاميذ وتتعلم. ها 1000 درهم، ها الامكانيات اللي خصك، ها هو لو بروغرام. اي هاد السنه غادي ندخلوا ان شاء الله يعني 20,000 استاذ اللي غادي يدخلوا، ماشي استاذ يعني طلبه اللي غادي ياخذوا باش ياخذوا المسار ديالهم باش يخرج يعني استاذ اللي هو بروفيسيونيل. الى زدنا يعني المهندسين الاطو في افق 2026 كاين اتفاق في المجال ديال صناعه السيارات والطيران لتكوين 100,000 يعني طالب في هذا الشيء. وهادو سي دي كونترا بروغرام مع الجامعات كيسنيوهم. غادي تكون لي 10,000 هنا، غادي تكون لي 5,000 هنا، غادي تكون لي 6,000. غادي نعطيك هذه الامكانيات. دونك غادي نحاولوا نجيبوا باش ان شاء الله الجامعات يقربوا يعني الامكانيات ديال اللي بغات الدوله واللي بغى يعني لو كلاستر ديال الاقتصاد ديالنا. كذلك الانتقال الرقمي. حنا الان في 8,000 اللي كنفورميوه كل عام. بغينا في 2026 نوصلوا ل 22,000، وبغينا في 2030 الحكومه المقبله نوصلوا على الاقل 50,000 ديال لا فورماسيون. ولكن هذه عندها تكلفه ديالها، عندها برامج ديالها، عندها الكاي شارج ديالها، عندها الامكانيات اللي خصها تكون، وخصها توقع وتسني بين الوزاره المعنيه، وزاره الماليه والقطاعات اللي هي معنيه. كاين شي حوايج اللي دخلوا جداد. الكود رمز 212، يعني هذه تجربه اوليه ديال هذا الشيء ديال الديجيتال اللي غادي يكون ابتداء من سبتمبر بروشان شهر. هذا الشيء كله اللي كنقول لكم سي سبتمبر بروشان، يعني سبتمبر المقبل ان شاء الله. ماشي عاد كنخمو السيد الوزير والوزاره ديالو اشتغلوا باش يكون هذا البرنامج ان شاء الله موجود ابتداء من سبتمبر بروشان، باش بلي يدخلوا التلاميذ لي زيتيديون طلبه يكونوا يعني موجودين في هذا الشيء. بغينا دونك هذا لو كود 212 هما دي سونتر غادي يكونوا مراكز ديال هذا الشيء ديال الديجيتال. بغينا ندخلوا الذكاء الاصطناعي للجامعات ومن خلاله المقاولات. يعني في كل يونيفرسيتي، في كل جامعه خص يكون عندها لو سونتر 2012
212 غادي يجي اي طالب عنده الحق يدخل، وكاين تماك المؤطر والمكون، عنده ريزو، عنده الويفي وكيشتغل واحد يعني ليسباس كووركينغ مشترك ديال العمل، يقدر يجلس، يقدر يتعلم، يقدر يشوف هذا ويشوف الحلول ديالو. اليوم كتمشي في واحد العدد، الا مشيتي عند ابل ولا في الشركات كتجي مع الخمسه مع السته كتلقى شي واحد اللي كيدرس في وسط المكازا كيقول لها كيفاش دير. دونك هذا غادي يكون مفتوح باش نعطيكم غير المثال. وغادي يكون الامكانيه ديال لي سيرتيفيكا. وسمحوا لي قبيله نسيت بلي كنت كنتكلم على لي ليسونس. دابا بلي غادي دير عام ولا عامين ولا 3 سنين، كاين حتى اللي ما توفقش وما نجحش باش يوصل لا ليسونس وباش يدوز المراكز، الا نجح في واحد العدد ديال لي كور ديالو ديال الدروس يمكن ياخذ السيرتيفيكا ديالو. دونك غادي يخرج بان ديبلوم. ما يمكنش السيد يدوز 3 سنين ويتلقى مع الحيط ويرجع له، خصنا نحلوا ليه شي باب. وهذا يعني كيظهر لي بانه غادي ينوع، غادي يغير النظره ديال الطلبه على الجامعه ديالنا. ملي نرجعوا للكود 212، هذا الكود 212 قالت اللي بغى يتعلم، ولكن اللي بغى كذلك يدخل لهذا الكود لهذا الانستيتيو باش يسالي واحد استاذ معلم اليوم كيقرا في هذه المدرسه اللي قلنا بانه 20,000 في العام، ولكن بغى يتعلم الكودينغ. ما فيها باس انه غدا بلي غادي يكمل الدراسه ديالو في العش النهار كله كيقراو وليداتنا، وفي الليل عنده واحد 3 السوايع اللي كيكون في الدار ديالو كيدير الكودينغ وكيعيش بها وكيتمعش بها وكيخدم وداك الشيء. هذا يمكن لنا الاخوان اللي بغاو ياخذوا سيرتيفيكا في الكودينغ، غادي نعطيهم ديال السيرتيفيكا، وغادي نحاولوا هاد لي سيرتيفيكا نرتبطهم من بعد الطلبات ديال الشركات. فهناك يعني غدا يمكن تجي مايكروسوفت تطلب لك يعني واحد سيرتيفيكا دو يعني ديال الذكاء الاصطناعي، لانك ولا غدا غادي يجيك كاب جيميني، ولا غدا غادي يجيك اوراكل. كاين هاد الطلبات اليوم. كيفاش كيجيو هاد الطلبات؟ هاد الطلبات كيجيو عن طريق شركات مغربيه اللي كتاخذ المارشي عند هاد الشركات الكبار، وكيمشيو يقلبوا على العامل البشري باش يقدروا يشتغلوا معاه. ما يحتاجش باش يكون عنده في البيرو ديالو، يمكن يكون في هذا ليسباس كووركي، يمكن يكون في الدار ديالو، ولكن خاصو لا فورماسيون. ولكن الا عندك غدا واحد السيرتيفيكا اوراكل، بلي كيعيط لك السيد كيقول لك انت عندك سيرتيفيكا وعنده في لاباز دو دوني وكيعرفك، كتشتغل دغيا. دونك هذه كلها امكانيات جديده ان شاء الله اللي غادي تعطى يعني في المستقبل. لابد ما نذكر بانه نحنا بلي جينا باشرنا اشكاليه ديال التعليم، وباشرنا الاشكاليه ديال التعليم العالي، والاشكاليه ديال الصحه، يعني من الاولويات. وما تسنيناش حتى الاخر باش نقولوا اش غادي نديروا. حنا في العام الاول وقعنا مع النقابات ومع الاساتذه واتفقنا معاهم، وداك الشيء اللي اتفقنا معاهم السي سنتيسي هو اللي كاين، ما غاديش نرجعوا فيه اللور. ولي ديكري ديال الاساتذه غتوقعوا بيبليي والناس تخلصوا ديال الاطباء، ولي ديكري ديال الاساتذه راهي سون فيزي با لي مينيستر وداخلين في لو سيركوي وغادي يخرجوا غيدخلوا اكتيف من 1 جانفي. الاتفاق اللي كاين هو اللي كاين باش نطمئن الجميع. وهذا الاتفاق اللي كان راه حسن نوعا ما الاجور، ولكن ما جيناش وقلنا لهم صافي هذه 20 عام يعني ما كانتش شي لوغمونطاسيون دو سالير، غادي نعطيكم لوغمونطاسيون سالير وصافي وحنا سالينا وكل واحد يمشي بحال. لا، اتفقنا معهم بان كاين اصلاحات كبرى اللي خص تكون في يعني في التعليم العالي، وهما الرافعه ديال النجاح ديالها.
الا ما خداوهاش بين يديها ما يمكنش تنجح. نجيكم يعني الانويه الجامعيه. الانويه الجامعيه اليوم عندنا تقريبا 12 جامعه، ياك 12 وزيد عليهم 5 بوبليك بريفي وعندهم 5 ديال بريفي. اليوم الجامعه ما عرفتش شكون اللي قالها في الاخوان، الجامعات يعني تبارك الله اقبال كبير. و الى خديتي اكادير 140,000، الى خديتي الدار البيضاء 115,000. ونعطيك الامثله كثيره، طنجه 85 ولا 90 زيد. وهذا الشيء لا انتم حنا ما درتوش يعصصني، حنا جايين كنقول لك انا نقول لك اش غادي ندير. دونك حنا اتفقنا بانه مع السيد الوزير بانه غادي يجيب واحد البلان مخطط مديري، وهذا هو الاشكاليه ديال النواه، لان النواه ديال الجامعه راكم عرفتوا بانه يعني مشات النقاش ورجعات وقالوا لكم بانه يعني في المجلس الاعلى، وقالوا في 2018 بان الكليات المتعدده المختصات ما تصلحش لانه ما كتجاوبش مع لي بوزوان ديال المغاربه. ورغم ذلك توقعوا وخداو لي زونغاجمون اللي خداو، ولكن حنا خصنا نمشيو في المبدا ديال الكومبوس، انه الطالب خصو يقدر يدخل من هنا، مسموح لنا كنشرح خصو يدخل من هنا ويخرج من هنا، وخصو يمشي لهذا الباب يدقو ويدوز للباب الاخر يدقو. خاصو كذلك يلقى الثقافه، خصو يلقى الرياضه، خاصو يلقى واحد النشاط. حتى هذا دايرين فيه تعاقد، كل جامعه عندها تعاقد مع الوزاره انها غادي دير لي زاكتيفيتي، غادي دير المسرح وغادي دير يعني لي كومبيتيسيون ديال الرياضه، وغادي دير كل حاجه سميتو بهذا. انا اصبر خليونا دونك سي الحسن. فاحنا في اطار دونك هاد النواه ما يمكنش تكون حل، ولكن خصنا واحد المخطط مديري اللي غادي يعطينا التوجه وغادي يدير اعاده النظر. ما يمكنش نديروا يعني مخططات باسكو شي واحد عنده الارض حدا شي بلاصه وخصني نديرها تماك، لا، غادي ندير المخططات على حسب الامكانيات. وانا سمحوا لي كاين اليوم 12 جامعه، واش اكادير ما خصهاش 3 الجامعات في المنطقه اللي هي كتمشي فيها؟ واش الدار البيضاء ما خصهاش 2 جامعات؟ بنفس الاساتذه وبيتات بنفس لي باتيمون وبنفس هذا وبلا ما تبني راه يمكن لك، لانه خصنا المنافسه. دابا مدينه ديال المعارف معروفه في العالم هي بوسطن، فيها 92 جامعه، فيها الخواص وفيها ديال الدوله وفيها لي فونداسيون، 92 في مدينه واحده. ما يمكنش انه حنا نقولوا الدار البيضاء فيها جامعه واحده وكب فيها كل شيء وما عرفناش كيخرج. السلام عليكم اخواني واخواتي، مرحبا بكم معنا في بسمة متخصصه في نشر اخبار التعليم. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. موضوعنا ان شاء الله في هذا الفيديو هو النظام الجامعي الجديد اللي غادي يتم التطبيق ديالو بالنسبه للاجازه والدكتوراه انطلاقا من السنه لان الجامعه اللي فيها 30 الجامعيه 2023 2024
الرئيس بحيث ديالها سيتم تسجيل طلبة وهذوك السنة لي دويان اللي الأولى كاينين للإجازة وداكشي في النظام وهذوك الجديد. الامكانيات اللي أما عندها الطلبة المسجلون الجامعه اللي فيها سابقا في 30,000 الإجازة ماشي والذين الجامعه فيها التحقوا بالجامعة في سنة 2022 كيف وما غادي قبل تسير فسيتابعون دراستهم بطريقة يعني عادية لا في النظام بد السابق. من اعاده نسلوا النظر الشرح يعني ديال وزير الحكومة في السيد المنظومه أخنوش ديالنا بخصوص ان النظام شاء الله. الجامعي